وفي لحظة يخسر راس المال كله في صفقة أو اتنين. ده عميل في السعودية كان شغال في السوق السعودي وخبرة كمان، جالي في مرة قال لي أنا عايز أبدأ معاك. قلت له تمام، عندك حلين، يا تودع في الشركة اللي احنا شغالين معاها يا تدفع اشتراك. قال لي مش هقدر أنقل الشركة معاك بكل غرور. قعدت أنصحه وأقنعه بالتراخيص، المهم ما اهتمش وما سمعش نصايحي، وده بسبب غروره طبعا. قلت له ماشي يبقى تدفع اشتراك. قال لي اتفقنا وتمام. دخل معانا وكنت عارف وجع الدماغ اللي هيحصل لي. ليه؟ علشان هيلاقي فرق بسيط في الاسعار بيننا وبين الشركات التانية، لان دي شركة محترمة وسيرفراتها قوية والتانية بتهنج عنده. يعني مثلا عندي الذهب ب 3112، هو ممكن يلاقيه في شركته ب 3112 ونص او 3113. الفرق بسيط جدا، بس هو هيفضل يوجع دماغي بيه لان انا عندي بحط الستوب يعتبر فرق سبريد تقريبا. قلت له طيب ابدأ واحدة واحدة. قال لي لا لا لا، انا بس بطلع على رؤيتك وانا عندي خبرة. بس هل التزم معانا؟ لا. وبدأ يعمل ايه؟ قعد يدخل بعقود كبيرة جدا، وكان غير مدرك بكيفية التعامل مع الرافعة المالية. يعني كان بيخش بمخاطرة عالية جدا وهو غير مدرك ده، وما كانش بيسمع اي نصايح او معلومات. وفي لحظة يخسر راس المال كله في صفقة او اتنين. اقول له يا عم اسمع كلامي، يروح وبرضه مش عارف يحسب ويخسر تاني. اللي حصل هو ميكس بين العند والكبر والغرور، وفكرة انه ما يسمعش الكلام كانت سبب في خسارته. نفس الغلطة اللي بيعملوها ناس كتير، ما يسمعش كلام اللي فاهم ويسمع كلام نفسه بس. كبر وغرور، علشان كان شغال في السوق السعودي فكان شايف انه فاهم وعارف. بس خليك عارفها قاعدة، ان السوق ما بيفرقش، اللي ما يحسبش صح يخسر واللي يعاند يتمرجن. علشان بقول لكم دايما في التداول لازم تمشي ورا اللي فاهم، مش ورا انت حاسس ايه. وما تنساش تشاركني رأيك في القصص اللي بنحكيها.